فتح مكة، فإذا بلال واقف قال تعال يا بلال. بلال يرى نفسه أنه لا شيء، رايح بعيد وهو ذو قيمة عظيمة عند المسلمين. فتقدم قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال يا بلال وصلي معي في الكعبة، والله لا يصلين أحد معي في الكعبة إلا أنت. ويدخل قدام الناس ويناظرون الكفار، هذا صاحي، ويدخل ويصلي مع النبي داخل الكعبة فقط بلال. وطلع النبي صلى الله عليه وسلم ووقف، قال النبي تعال يا أبو بكر وتعال يا عمر قفا عند الحجر. قم يا بلال اصعد على ظهر الكعبة. يا رسول الكعبة طويلة، قف ولتضع رجلك اليمنى على كتف أبي بكر ورجلك اليسار على كتف عمر. ويرفعونك الصحابيين الجليلين ويرفعونه الناس يشوفون، حتى قال أبو جهل والله إني لتمنيت أن باطن الأرض اليوم أنها أحب عندي من ظاهرها، ولا أرى هذا الغراب ينعق على ظهر هذه الكعبة. ويرفعه الصحابيين الجليلين